خلاص الحلم خلص. وانا مش زعلان ان احنا ما كسبناش، لان انا اصلا وانا بتفرج على الماتش مع اول 20 دقيقة انا كنت متوقع حاجة زي كده. بس انا زعلان ان احنا ما حاولناش. انت ما حاولتش، انت ما ساعدتش. انت كانت الكرة بتقع تحت رجلك، انا كنت بعد 3 ثواني، قبل ما ال3 ثواني يخلصوا انا كنت بسيب الكورة. ما عندناش فكر امبارح خالص، ومنبهين وقايلين يا كابتن حسام ما ينفعش تلعب بنفس الخطة اللي انت لعبت بيها قدام كوت ديفوار. الميديم بلوك دوت مش هيفيد مع السنغال. السنغال عندها طرق كتيرة. فايه اللي حصل؟ ان انت تبقى ماشي طول الشوط الاول وعمال تاخد الكرة وتديها لهم. وبص على الشوط الاول على نسبة الاستحواذ، الاقي ان هم 70% واحنا 30% استحواذ على الكرة. الشوط الاول نسبة الباص اللي هم عملوها داخلة في 200 باص، وانت ما عملتش غير 80 باص. ده لو كملوا 80 باص. دي كانت نتيجة طبيعية. انا مش هتكلم على الناس تقول لك محمد الشناوي ومش محمد الشناوي. هو محمد الشناوي هيعمل ايه؟ دي طريقته ودي احنا عارفينها من زمان يعني، ان هو ما بيمدش ايده حتى لو كانت الكرة قريبة منه. مش عارف. الحمد لله والشكر لله امبارح حسيت ان كابتن حسام حسن مستريح اوي ان هو وصل للتارجت اللي هو كان عايزه ان هو يوصل لقبل النهائي. وهو وصل، بس ما نخرجش بالطريقة دي. ما نخرجش يعني ايه؟ احنا اول كرة خطيرة او اول شوطة في الدقيقة 94 والحكم كان حاسب 5 دقايق وقت ضايع اصلا. فالله احنا لنا ربنا في الاخر. زي الناس كلها تزعل من محمد صلاح ان هو يقولك اصل احنا عندنا 2 محترفين بس والباقي كله في الدوري المحلي. طب ما انت شفت الفرق امبارح. يعني انت كمشاهد انت شفت الفرق، شفت لعيبه بتلعب وعارفه تنقل الكوره. انت الكوره بتقع تحت رجلك انت مش عارف انت بتعمل بيها ايه. مفيش كله خارج الخدمه امبارح. اللهم الا خط الدفاع بس بصراحه، 5 اللي ورا. تغيير التريزيجيه ديت اللي انا ما كنتش فاهمها، بس في الاخر عرفت ان فتوح كان بيشتكي من شد في العضله الضمه. فدي كانت منطقيه شويه، يعني انا تمام. بس بعد كده التغييرات كلها مش مفهومه. صلاح محسن انت منزله اخر دقيقتين، هيعمل لك ايه صلاح محسن؟ وانت فاكر جده اول ما ينزل هيجيب لك جون؟ فكلها حاجات مش منطقيه بصراحه. بس الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. بنسبه كبيره كده دي اخر بطوله لمحمد صلاح. عشان خاطر البطوله الجايه تبقى في 2027 قبل النظام الجديد بتاع كل 4 سنين ده. وفي 2027 بيتقال ان محمد صلاح هيبقى عنده 35 سنه. يعني مش هيفيدك. فوجهة نظري ان محمد صلاح يبقى اخره كاس عالم وخلاص كده، شكرا. مبروك لمنتخب السنغال، يستحقوا. مبروك لمنتخب المغرب صعوده للنهائي برضو. كده ما اتفرجتش على الماتش امبارح بتاع المغرب لان انا كنت مقفول قفله ما يعلم بيها الا ربنا. بس دي دروس كلها تعلمك. انت كده كده احنا عارفين ان انت ما عندكش تخطيط، وان انت الكوره في مصر بعافيتين 3 4. بس تمام عادي مفيش مشكله. بتمنى من ربنا ان اللي جاي كابتن حسام حسن بقى يفكر بقى. انت معاك اهو شهر 1 ولسه عندك كاس العالم في شهر 6. والمفروض ان انت هتلعب ماتشين في شهر 3 قدام اسبانيا، ومش عارف المنتخب التاني هتلعب قدام مين. فربنا يوفق في اللي جاي ان شاء الله، وهارد لك للشعب المصري. وكان نفسنا نفرح بس ربنا مش رايد. يلا صباحكم زي الفل.